بعد ما اشتغلت في كل غرزة 3 غرزة حشو، هنيجي على الغرزة الأولانية اللي أنا اشتغلتها وهدخل فيها وهطلع بغرزة منزلقة بالشكل ده، وهبدأ ان انا اطلع ب2 غرزة سلسلة بالشكل ده، وهلف الخيط على الابرة مرتين، 1 2، وهبدأ ان انا اعد 5 غرزة، 1 2 3 4، وهاجي على غرزة الخامسة هنا وهبدأ ان انا اشتغل عمود ب2 لفة، هنطلع ب1 سلسلة، وهبدأ ان انا ادخل تحت الغرزة اللي انا خدتها وهشتغل واطلع بيه في 3 على الابرة واطلع من واحدة بس، بنزل تحت الغرزة وباخد الخيط اسحبه واطلع بيه في 4 على الابرة واطلع من واحدة بس، بنزل تحت الغرزة وباخد الخيط اسحبه واطلع بيه وبطلع من واحدة بس، بنزل تحت الغرزة وباخد الخيط اسحبه واطلع بيه بطلع من واحدة بس بالشكل ده كده، بنزل تحت الغرزة وباخد الخيط اسحبه واطلع بيه بطلع من غرزة واحدة بس لحد ما يكون في عندي 9 على الابرة. انا كده عندي على الابرة 1 2 3 4 5 6 7 8، هناخد غرزة كمان عشان يكونوا 9، بطلع من واحدة بس وببدأ اطلع من غرزتين غرزتين، ادي 2 اول 2، باخد الخيط اسحبه واطلع من غرزتين كمان، باخد الخيط اسحبه واطلع من غرزتين كمان بالشكل ده، اطلع من غرزتين غرزتين، اطلع من غرزتين كمان في 3 على الابرة اهو، اطلع من 2 يبقى 2، بطلع من 2 الف الشغل بتاعي بالشكل ده. هندخل تحت الغرزة ناخد الخيط نسحب نطلع من واحدة بس، ندخل في الغرزة بتاعتنا من تحت وناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه في غرزتين على الابرة، هطلع من غرزة واحدة بس، هنزل تحت الغرزة بتاعتي هاخد الخيط اسحبه واطلع بيه في غرزتين على الابرة، هطلع من واحدة بس، واكرر نفس الخطوات لحد ما يكون في عندي على الابرة 9 غرز، ناخد الخيط نسحبه ونطلع من غرزة واحدة في عندي على الابرة، ادي 2 4 6، لسه فاضل 3 غرز كمان، 1 هننزل تحت الغرزة ناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه في نطلع